كوبري اكتوبر، بس البارت الثالث والاخير. في البارت الثاني عرفنا خط سير الكوبري من متحف الزراعي وحتى نادي السكه بطلعاته ونزلاته، فلو ما شفتش البارت الثاني شوفه قبل ما تكمل الفيديو. والنهارده هنعمل العكس، هنمشي من نادي السكه وحتى المتحف الزراعي وهناخد الطلعات والنزلات. هنطلع الكوبري سوا من نادي السكه، وهتلاقي برضو طلعه من طريق النصر، واول نزله هنقابلها هي النزله اللي قبل طريق صلاح سالم، واللي تعتبر النزله اللي بتاخد على طريق صلاح سالم والعباسيه، مع انها بعيده عن العباسيه. حتى نزله شبرا مفيش اي نزله، ولكن قبل نزله شبرا هتلاقي في طلعه عند شارع بورسعيد عند كوبري غمره. نزله شبرا هي النزله اللي عند نفق احمد بدوي اللي هو نفق السكه الحديد، بعدها طلعه من عند ميدان رمسيس، وبعدها نزله السبتيه، وبعدها نزله محور 26 يوليو كوبري 26 يوليو، وبعدها نزله ميدان التحرير واللي عندها برضو طلعه. وقبل الفرع الاول للنيل هنلاقي طلعه، وبعد الفرع الاول يعني جزيره الزمالك هنلاقي نزله عند شارع الجزيره، وقبل الفرع الثاني للنيل يعني اخر جزيره الزمالك هنلاقي طلعه برضو. واول ما نخش الجيزه هنلاقي 3 نزلات، نزلتين لشارع الكورنيش، واحده بالاتجاه ده وواحده بالاتجاه ده، ونزله للمتحف الزراعي ولكن من بدري حبتين، ومن ثم هنكمل لحد المتحف الزراعي وهنلاقي هناك نزله ونهايه الكوبري. فيعني عندنا 6 طلعات و10 نزلات. بكده نكون في 3 اجزاء اجملنا كوبري 6 اكتوبر العظيم، واللي هو يعتبر الكوبري الرئيسي والمحوري في مواصلات القاهره. فشير الفيديو لصاحبك علشان تعرفوا الكوبري من الالف الى الياء، وخش شوف الفيديوهات اللي فاتت، وبس كده.